سلام عليكم. واحنا مستنيين عشان نعرف ايه اللي هيحصل في الخطة الجديدة. ظهرت شوية تفاصيل بتوضح الأعمال اللي احتمال تنزل أول 3 سنين من خطة جيمس جان. فخلينا نشوف مع بعض ايه أقرب الاحتمالات اللي ممكن تحصل، وايه سر الاجتماع اللي حصل ما بين مات ريفز وجيمس جان وبيتر سافرين، وايه تأثيره على عالم ذا باتمان. كل ده وأكتر هنتكلم عليه مع بعض. بس قبل ما نبدأ اتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا ما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض أول أعمال دي سي ستوديو. طيب، بعد ما عرفنا مين مكمل ومين ماشي في الخطة الجديدة، يعني مثلا هنري كيفل وكل أعضاء الجاستس ليج مش مكملين معانا. أما بالنسبة لبيس ميكر وكل أعضاء ذا سوسايد سكواد مكملين عادي. فخلاص بقى واضح شكل أعمال دي سي الفترة اللي جاية هيكون عامل ازاي. فخلينا نبدأ بأول مسلسلين. وأول عمل معانا هو الموسم التاني من مسلسل بيس ميكر، واللي كده كده تم الإعلان عنه من زمان أصلا، فمش هيكون مفاجأة كبيرة. أما بالنسبة لتاني مسلسل واللي طلع جيمس جان وقال إنه خلص جزء كبير من كتابته، وبشكل كبير المسلسل ده هيكون عن شخصية أماندا وولر. واللي هيحصل هنا إن من بعد أحداث ذا سوسايد سكواد وبيس ميكر، أماندا وولر هتستعين بشخصيات جديدة بحيث إن هي تخلص على الفوضى اللي حصلت في الأعمال اللي فاتت. والشخصيات اللي احتمال هتظهر في المسلسل ده هتكون زي مثلا داستروك. واحتمال بشكل كبير يتم التمهيد للعمل ده من خلال بيس ميكر الجزء التاني. ده كان بالنسبة للمسلسلات. طب بالنسبة بقى للأفلام، ممكن يكون فيه حماس شوية. ده لأن احنا عارفين إن أول فيلمين بنسبة كبيرة فيلم منهم هيكون لسوبرمان، وده على حسب رغبة بيتر سافرين. الفيلم بشكل كبير هيكون شبه فيلم مان اوف تومورو، واللي احتمال نشوف فيه جيسون موموا بدور لوبو لأول مرة. ولكن بالنسبة لبقية الكاست لسه مش معروف مين اللي هيلعب دور سوبرمان. في أكتر من اسم دلوقتي مرشح للدور، ولكن جيمس جان طلع ونفى كل الاحتمالات دي، وقال إن هو حتى لما هيعلن عن الخطة بتاعته مش هيعلن عن الكاست في الحدث ده. فيعني لحد دلوقتي مش معروف مين هيكون سوبرمان الجديد. بس يعني خلينا نتكلم بصراحة شوية. من بعد رحيل هنري كيفل وإلغاء مان اوف ستيل 2، والحماس اللي كان حوالين فيلم سوبرمان اختفى تقريبا. فيعني أيا كان اللي جيمس جان بيعمله دلوقتي في الفيلم سواء من كتابة، وغالبا هو اللي هيخرج الفيلم كمان، ففي الغالب هيطلع فيلم شبه سوبرمان ريتينز، اللي هو فيلم عادي فما تستناش منه كتير. أما بالنسبة لتاني فيلم وده اللي مجهول لحد دلوقتي، لأننا لسه ما نعرفش هل هيكون عن باتمان، بس ازاي ده هيحصل واحنا عندنا عالم كامل لباتمان مات ريفز. وممكن ده يكون سبب الاجتماع اللي حصل ما بينهم، إن هما بيتناقشوا فيه عن الاختلافات اللي هتحصل ما بين خطة مات ريفز وجيمس جان بالنسبة لشخصية باتمان. يعني مثلا باتمان مات ريفز هيواجه مستر فريز، أما بالنسبة لباتمان جيمس جان فهيواجه الجوكر أو بين. فيعني ده الاختلاف اللي هيكون ما بينهم. ولكن مظنش إن ده هيكون كويس على مستوى المشاهدة إنك تشوف 2 باتمان في وقت واحد، والاتنين هيكونوا في نفس الفئة العمرية تقريبا، والاختلاف بس هيكون في الفيلن. فحاسس إن الناس ممكن تمل من أفلام باتمان الفترة اللي جاية، ده لأنها هتكون شبه بعض. وأنا بصراحة مش عارف أتخيل شكل شخصية بهيبة وحجم باتمان تحت إخراج جيمس جان هتكون عاملة ازاي. فيعني ربنا يستر على باتمان في الخطة الجديدة. وأعتقد إن أغلب الفانز دلوقتي مش عايزين يشوفوا نسخة جديدة تماما من باتمان، لأ هم عايزين يشوفوا فيلم باتمان بين أفليك. فأيا كان اللي انت بتعمله فهو برضه مش هيكون فيه نفس نسبة الحماس اللي كانت موجودة قبل كده لما تم الإعلان عن عودة بين أفليك. فيعني سواء باتمان أو سوبرمان، أعتقد إن الموضوع لسه مش مبشر. فهل يا ترى
الفيلم التاني ده هيكون عن وندر وومن مثلا، ده لأنها لسه الشخصية الوحيدة اللي متعملهاش ريكاست ولسه مكملة عادي، فيعني لسه محدش عارف. بس من الأخبار والإشاعات اللي طلعت حوالين عالم جيمس جان، أحب أقول إن لسه مش متحمس لأي حاجة بتحصل، ولحد لما نسمع أخبار رسمية فأنا مش متحمس غير لعالم ذا باتمان. وأتمنى إن الاجتماع اللي حصل ما بين مات ريفز وجيمس جان وبيتر سافرين ما يأثرش على مستقبل باتمان روبرت باتسون اللي مكمل عادي، ولكن أتمنى إنه يكمل في العالم بتاعه وما يبقاش جزء من خطة عالم جيمس جان ده، لأن دي هتكون النهاية بالنسبة له. فأتمنى إن باتمان يكمل بعيد عن العك اللي بيحصل دلوقتي جوه العالم السينمائي. وأتمنى إن بيتر سافرين يشوف ردود أفعال الجمهور ويبدأ يتحرك في الطريق الصح، لأن لحد دلوقتي مفيش أي ردود أفعال إيجابية من ناحية جيمس جان واللي بيعمله جوه عالم دي سي أو جوه دي سي ستوديو. فيعني أتمنى الأخبار اللي جاية تكون أحسن. وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات أكتر ياريت تنزل تحت تشرفنا في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.